كاريراس يؤجل إعلان وفاة ريال مدريد رغم الفوز على فالنسيا، كل شيء يشير إلى موسم صفري جديد. في ليلة شتوية معقدة على ملعب المستايا العنيد، نجح ريال مدريد في اقتناص 3 نقاط بشق الأنفس أمام مضيفه فالنسيا، ليواصل الفريق الملكي مسيرته في الدوري الإسباني بفوز جديد بثنائية نظيفة يضاف إلى رصيده الرقمي، لكنه يخصم الكثير من رصيده الفني لدى الجماهير والمحللين. المباراة التي انتهت بانتصار صعب للميرينجي لم تكن مجرد 90 دقيقة من كرة القدم، بل كانت مرآة عاكسة لواقع مؤلم يعيشه البطل التاريخي لأوروبا، حيث غابت الحلول الجماعية تماما وحضرت العشوائية التكتيكية، ولم ينقذ الموقف سوى ومضة عبقرية مفاجئة من الظهير الأيسر ألفارو كاريراس، الذي تقمص دور البطولة المطلقة ليسجل هدفا حاسما غطى به على عيوب هيكلية واضحة في جسد الفريق، وتبعه هدف آخر لمبابي في اللحظات الأخيرة. هذا الفوز أبقى ريال مدريد في سباق المنافسة رقميا، لكنه ترك الباب مفتوحا على مصراعيه لتساؤلات مشروعة حول مستقبل هذا الموسم الذي يبدو أنه يسير نحو المجهول. الهدوء الإداري المريب أمام العاصفة الفنية. أول ما يتبادر إلى الذهن عند تحليل المشهد الحالي في ريال مدريد هو تلك الحالة الغريبة من السكون التي تسيطر على إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز. فمنذ رحيل تشابي ألونسو وتولي ألفارو آبيلو المسؤولية بشكل مؤقت، لم يصدر عن النادي أي تحرك فعلي يوحي بوجود خطة طوارئ حقيقية لإنقاذ الموسم. هذا الصمت المطبق من الإدارة تجاه ملف المدير الفني الجديد يثير الدهشة، خاصة وأن ريال مدريد عودنا تاريخيا على عدم الصبر عند اهتزاز الأداء. يبدو أن الإدارة قررت الدخول في مقامرة كبرى، مراهنة على أن اسم النادي وهيبة قميصه وشخصية اللاعبين الكبار ستكون كافية لعبور هذه المرحلة الحرجة حتى الصيف المقبل. هذا البرود في التعامل مع ملف المدرب يعطي انطباعا بأن الموسم الحالي قد سقط من حسابات الإدارة كأولوية قصوى، أو أن هناك قناعة خاطئة بأن الحلول الترقيعية ستجدي نفعا. المشكلة تكمن في أن هذا الهدوء لا يتناسب مع حجم الغليان في الشارع المدريدي ولا مع تطورات المنافسة الشرسة، مما يجعل الجماهير تشعر بأن الفريق يسير بلا ربان حقيقي وسط أمواج عاتية، وأن الإدارة تنتظر وقوع كارثة كبرى مثل الخروج من دوري الأبطال لتتحرك، وهو توقيت قد يكون متأخرا للغاية لإصلاح ما يمكن إصلاحه.